إذا أردت البركة في بيتك ومالك ورزقك وعملك إلزم هذا العمل كل يوم، وهو عمل يسير على من يسره الله عليه، وهو في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا العمل؟ يقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بمجرد أنك سمعت الأذان، أذان الفريضة، لا تفكر في شيء سوى أن تؤدي حق الله عز وجل. مهما كان عندك من المشاغل والمشاكل في يومك، لن يبارك الله لك في يومك وعملك ورزقك ومالك إلا إذا أديت حق الله عز وجل في صلواته. يقول الشيخ محمد مختار الشنقيطي حفظه الله: إذا أديت الصلاة كما أمرك الله عز وجل سترى بركة ذلك في جميع أمورك. إذا أردت أن تكون قريبا من الله عز وجل عليك بالصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الصلاة يا إخواني قوة وراحة في جميع أمور حياتك. أردت البركة في حياتك وأمورك كلها عليك بالصلاة. جعلني الله وإياكم من أهل الصلاة.